كنت ساهي غارق في افكاري ملي سال البشير الحكايه، حتى قال لي كيبان ليا بلي هاد الحكايه شدات اكثر من الاخرين. وياه. دابا عاد فهمت بلي واخا الماضي ما كيتبدلش، ولكن تقد منه تعرف وتشوف داكشي اللي ما كانش قبل على البال ولا كان معروف. دابا فهمتي علاش قلت لك بلي كيف الماضي كيف المستقبل، راه بزوج ما كيتبدلوش ولكن نقدروا نفهموهم اكثر. دابا كنحس براسي مستعد ندخل من باب السنين. شحال الثمن؟ حرك البشير يدو قدام وجهه قال لي انا كاع ما كنتخلص الباب السنين، الله كيهدي اللي بغى لهاد الباب وانا غير وسيله لداكشي اللي مكتاب ليهم. كون كان شي راجل اخر كنت غادي نقول كيديرها غير بالعاني باش يتشاطر معايا في الثمن، ولكن في هذا الوقت الصغير اللي تعرفت فيه على البشير كنت مقتنع باللي كيهضر من نيتو. خيرك عليا ما غادي ننساه حتى اليوم الدين، ولا كانت شي حاجه اللي محتاج فيها تاجر ديال التواب غتكون بالفرحات عليا طلبها مني. الله يا ودي بلا جميل. دابا خلينا نهضروا على السفر ديالك، حيت كاين شي امور خاصنا نهضروا فيها قبل ما تمشي للمستقبل. لا، ولكن انا ما ناويش نمشي للمستقبل، ولكن باغي ندوز من الجهه الاخرى ونزور شبابي. ياه وهذه هضره اخرى، هاد الباب ما يقدرش يديك لشبابك. كي شتي صايبت هاد الباب غير السيمانه اللي فاتت، اما قبل 20 عام فراه ما كاينش باب اللي تقدر تخرج منه. نزلت عليا هضرتو فحال البرق، ما عرفت بايش تبليت. سولت البشير ايوا فين كيدي هاد الباب. درت انا والبشير الجهه الاخرى ديال الباب وتقابلنا معاه. المنظر ديال البيت من هاد الجهه كيشبه لهاد البيت اللي انا فيه، ولكن ملي مد البشير يدو وسط الباب وقفت في بلاصتها فحال الا حابسها شي حيط ما كيبانش. اللي كتشوف دابا هو البيت كيف كان السيمانه اللي فاتت، من هنا 20 عام وعاد الجهه الاخرى تولي خدامه وتخلي الناس منها تدخل وتزورنا في الماضي. رجعت انا وياه قدام الجهه اليمنيه وقال لي نقدروا ندخلوا من هاد الجهه ونزوروا هاد الناس دابا نيت، ولكن باش ترجع للماضي ديالك فهادي مستحيله مع هاد الباب. والباب اللي كاين في القاهره داك الباب مازال حتى دابا كاين، واللي هو اللي شاد هذاك المحل. هي دابا نقدر نمشي للقاهره ندخل من باب السنين اللي كاين تما باش نمشي للقاهره ديال الماضي ومن تما نسافر لهنا. تقدر دير لها هكا الا بغيتي. ايوا صافي لقينا لها الحل. تقدر دابا تنعت لي المحل اللي كاين تما. واسمعني مزيان بعدا، انا ما غاديش نطلب منك دابا تقول لي شنو ناوي دير في الماضي، ولكن خاصني ضروري نفكر في واحد الحاجه مهمه، بلي داكشي اللي فات عمرو يتبدل. ما عندك فين تهرب من داكشي اللي مكتب عليك الله. ما محتاجش تفكرني، حيت انا كنفكر راسي بهذا الشيء كل نهار. ايوا دابا ملي درت لك هادشي في راسك دابا نقدر نعاونك في داكشي اللي نقد عليه. جاب البشير ورقه وقلم ومداد وبدا كيكتب. هذه رساله نكتبها ليك اللي غادي تعاونك في السفر ديالك. ملي كمل الكتابه طول الورقه على 3، جاب شويه ديال الشمع الدايب حطو فوق الطاويه وطبع بخاتمو عليها. انت اسمع، ملي توصل للقاهره يعطيها لولدي وهو غادي يدخلك من باب السنين اللي كاين تما. تاجر في حالي بكاع هاد السنين اللي دوز في البيع والشراء مع الناس خصو يكون كيتقن في الهضره والشكر، ولكن في ديك اللحظه ما لقيت حتى كلمه مقاده نشكر بها البشير على كاع هادشي اللي دار معايا. نعت لي البلاصه ديال المحل اللي في القاهره ووعدتو باللي غير نرجع غادي نعاود ليه كلشي. وانا خارج من المحل طاحت علي واحد الفكره في راسي وقلت نقولها ليه. اجي بما ان باب السنين اللي عندك هنا كيدوز المستقبل، يعني انت ضامن باللي الباب والمحل غادي يبقاو خدامين 20 عام لقدام ولا اكثر. عندك الصح. يلا بغيت نسولو واش تلاقيتي براسك في المستقبل وانا نسكت. خاف نسولو يجاوبني بالله، اللي كتعني بلي لقاه ميت، وديك الساعه كنت غادي نسولو واش عارف التاريخ ديال الموت ديالو. ولكن شكون انا واش دخلني لهاد الشبوقات؟ السيد كبر بيا وعطاني هاد الفرصه وهو براسو كاع ما سولني على شنو ناوي ندير. ديك الساعه شفت في وجهه وعرفت باللي فهمني شنو كنت باغي نسولو. حنيت راسي باش نطلب منه السماحه وقبلها مني غير بالهزه ديال راسو. ديك الساعه رجعت لداري باش نوجد للسفيره. القافله خدات شهرين باش توصل للقاهره. حاجه وحده كانت شاغله بالي في هذه الرحله. سيدي دابا غادي نقول لك داكشي اللي ما عاودش البشير. 20 عام قبل كنت مزوج بمراه آية في الجمال سميتها نجاة، ولكن خصالها الطيبه والحنينه هما اللي شدوني لها. ملي يلاه تزوجنا كنت يلاه بادي في التجاره، ما كناش لاباس علينا، ولكن الحمد لله ما كناش كنتخصصوا من شي حاجه. ما كملش عام من مورا زواجنا فين جاتني الفرصه ديال الرباح من نجاره العبيد، ولكن نجاة ما كانتش موافقه عليها. قالت لي احسن لينا نبقاو في التجاره ديال السلعه. وفي الصباح ديال نهار السفيره ناض بيناتنا صداع خيب، وقلت لها شي كلمات قاصحين اللي فيما كنتفكرهم كنحشم. مشيت وانا طال لي الدم، ومن تما عمرني شفتها من بعد. ايام قليله من مور ما مشيت طاح عليها حيط ديال الجامع، جبدوها وحالتها كانت خايبه بزاف.
واخا مشات لدار الشفا، ولكن طبا ما قدروش يعتقوها وماتت من بعد. ما عرفت بالموت ديالها حتى رجعت سيمانه من بعد وحسيت بحال قتلتها بيدي انا. واش عذاب النار يقدر يكون حار من داكشي اللي دوزت في اليوم اللي من بعد؟ كنت كنحس براسي بلي ما بقى ليا والو نعرف الجواب ديال هذا السؤال، حيت الحر ديال الالم كان ما بقى ليه والو يوصلني للموت، فحال شي عافيه ابديه اللي كتحرق من التم، عذاب اللي ما خرجتش منه حتى وليت قربه خاويه من الداخل، غير عظام وجلد اللي ما كتحس بحتى شي حاجه في داخلها. من بعد حررت كاع العبيد اللي كانوا عندي وقلبتها البيع والشراء في التواب. من مور سنين وليت لاباس عليا، ولكن عمرني تزوجت مره اخرى. واخا كانوا شي ناس خدمت معاهم بغاو يزوجوني مع عائلتهم، كانوا كيقولوا لي بلي الحب ديال المراه يقدر ينسيك الالم. يمكن يكون عندهم الصح، ولكن ما يقدرش ينسيك الالم اللي درتي لحد اخر. فيما كنتخيل راسي مزوج بمراه اخرى، الشوفه المتألمه في عيني النجاة اخر مره هضرنا فيها كيلصق ليا ما بين عينيا وما كيبغيش يحيد، وتما كنحبس من التفكير في الزواج. مشيت عند الفقيه وعاودت ليه شنو درت، وقال لي الندامه والاستغفار يقدروا يمحيو داكشي اللي فات. تبت واستغفرت قد ما قدرت، دوزت 20 عام وانا غادي في طريق الصالحين، صليت صمت صدقت ومشيت حتى للحج. واخا هكاك الاحساس بالذنب ما بغى يفارقني، عارف بلي الله غفور رحيم، ولكن المشكل فيا انا اللي ما قادرش نسامح راسي. كون سولني البشير ما كنت نقدر نقول ليه شنو ناوي ندير بالضبط، حيت انا براسي ما عارفش. اللي واضح من حكايته هو انه ما كايناش شي حاجه تقدر تبدل في اللي فات، حتى حد ما حبسني ملي كنت انا ونجاة كنتغاوتو اخر مره. ولكن حكايه رانيا اللي كانت مخبيه وسط حكايه حمان بلا ما يعرف خلات عندي امل، يمكن نقدر نلعب دور صغير في داكشي اللي غادي يوقع، والنسخه ديالي الشابه مسافره. يقدر يكون وقع شي غلط ونجاة خرجت من الكسيده السالمه، يمكن تكون مرة اخرى اللي تكفنات ودفنات في بلاصتها، يمكن نعتق نجاة ونجيبها معايا لزماني. عارف غير كندخل ونخرج في الهضره، كيف ما كيقولوا الناس زمان 4 الحوايج كتمشي بلا ما ترجع. الكلمه اللي تقالت، النبله اللي طرمات، العمر اللي فات، الفرصه اللي ضيعت. كنت فاهم المعنى ديال هذا الكلام حسن بزاف ديال الناس، واخا هكاك قلت لعل وعسى 20 عام ديال التوبه والمغفره شفعت لي فرصه اخرى نرد فيها داكشي اللي ضاع مني. رحله القافله دازت عاديه، من بعد السين فجر وصلت القاهره، وهنا فين وحلت. الشوارع كانوا دايرين فحال الخبله، ولكن مور شلات السوال وتنعات اخيرا وصلت المحل ديال البشير. هضرت مع مولاه وقلت ليه بلي صيفطني عنده باه البشير، عطيته البريه وملي قراها داني البيت اللوراني ديال المحل وسطو باب سنين. نعت لي الجهه اليسريه وطلب مني ندخل منه. ملي دخلت من الباب لقيت راسي في نفس البيت ولكن بأثاث مختلف. كل ما كنتش عارف القدره ديال الباب وشفت هذا المنظر كنت غادي نقول بلي غير باب عادي. تبعني مول المحل وعيط وابا جاك ضيف. تخرج بلي حيتو البيت، وشكون من غير البشير، صغير ب20 عام البشير اللي شفت في مدينتي. مرحبا سيدي، انا البشير، خاصك شي حاجه نعاونك فيها. واش ما عرفتينيش؟ لا، غتكون تلاقيتيني وانا كبير في السن. بالنسبه لي انا هذه اول مره نشوفك، ولكن واخا هكاك يحسن لي الشرف نعاونك. هاد اللحظه تزادت على كاع المرات اللي ما كنتش راد فيهم البال. وانا جاي القاهره كنت غارق في همومي لدرجه ما طاحش لي على البال بلي البشير اللي تلاقيت في اول مره عرفني من اول خطوه درت عنده في المحل. كان عارفني جاي لعنده وعارفني غنمشي للقاهره، وبلا شك عارف واش وصلت داكشي اللي باغي من هاد السفيره. بشير اللي هضرت معاه دابا ما عارف والو من هادشي. قلت ليه خيرك السابق، انا سميتي فؤاد بن عباس، يلا جيت من مدينه بغداد. رجع ود البشير في حاله وبقيت مع البشير كنهضروا. سولته على النهار والشهر وعرفت منه بلي مازال الوقت الكافي باش نسافر لمدينتي، وديك الساعه وعدتو بلي غادي نعاود ليه كلشي ملي نرجع. البشير باقي هو ظريف ومصواب. اسمعني يا ولدي، الا ترجع غتلقاني كنتسناك نسمع حكايتك ومستعد نعاونك مره اخرى بعد 20 عام ان شاء الله. كلامه خلاني نوقف ونفكر واحد شويه. واش كنتي كتفكر تحل حانوت في بغداد قبل من اليوم؟ قولي بعد علاش كتسول؟ حيت جاتني صدفه غريبه كيفاش لقيتك اول مره في بغداد باش نقدر نجي في الوقت المناسب للقاهره ونستعمل الباب ونرجع في حالي. باش هادشي باللي بزاف على انه غير صدفه، ما يكون زعما المجي ديالي اليوم هو السبب اللي خلاك تمشي للقاهره من بعد 20 عام. الصدفه والمقصود فحال وجوه بزوج ديال الزربيه، يقدر يعجبك وجهك حتى من الاخر، ولكن ما تقدرش تنكر واحد على حساب الاخر. شكرته ودعته. وانا خارج من المحل دزت حدا واحد المرة داخله مزروبه في المشيته. سمعت البشير كيسلم عليها كيعيط ليها رانيا. ديك الساعه وانا نوقف نهجر في بلاصتي، فهمت باللي هذه هي رانيا ديال القصه اللي عاود ليا البشير. كانت في طريقه عند نسختها في المستقبل باش يعاودوا يرجعوا للماضي
يجيبوا السنسة ويعتقوا حمال من الشفارة. اللحظة قصيرة كنت شاك واش انا فايق نيت ولا غير كنحلم، حيت حسيت راسي فحال عايش وسط واحد الحكاية فين نقدر نهضر مع شخصياتها ونشارك في احداثها. حتى بغيت نهضر ونشوف واش حتى انا عندي دور مخفي في هذه الحكايه، وانا نتفكر باللي هاد الدور خاص نلعبو انا في حكايتي انا. داكشي علاش مشيت بلا حتى كلمه باش نقلب على قافله اللي غديني لمدينتي. كيقولوا ناس زمان تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. في الاول كان كيسحب لي عندي الزهر اللي كيهرس الحجر، حيت لقيت قافله غاديه لبغداد وسط هاد الشهر. ولكن في السيمانات اللي من بعد عرفت راسي منحوس. طريق القافله كانت شبعانه مصايب. البيار ديال الماء اللي كانوا معولين عليها في الطريق لقاوها واكحه، داكشي علاش صيفطوا وحدين منا يرجعوا للقاهره باش يجيبوا الماء. وملي وصلنا لمدينه اخرى العسكر اللي كيحميو القافله كلاو شي حاجه فاسده ومرضوا، وهكا جلسنا كنتسناهم اسابيع كتير حتى يصحوا. وفوق هادشي كامل كانوا العواصف ديال الرمله، فحال شي تحذير من عند سيدي ربي خلاني نشك في هادشي اللي كندير. الحمد لله كنا واقفين مخيمين ملي بدات اول عاصفه، ولكن الوقفه ديال ايام قليله طولات الاسابيع كثيره. كل ما كانت السما كتصفى وكنبداو نجمعوا باش نتحركوا كترجع تغمم عاوتاني. مع كل تعطيله كان الياس والخوف ما نوصلش لمدينتي قبل نهار موت نجاة كيتزاد. درت على كاع الجمال اللي كاين في القافله باش نقنع شي واحد فيهم يوصلني غير بوحدي بالزربه، ولكن حتى واحد ما بغى، من غير واحد اللي بغى يبيع لي الجمل بعشرات المرات ثمنه العادي في السوق. ولكن ديك الساعه ما كان عندي ما ندير، خلصت وشديت الطريق بوحدي. ما قدرش نضرب طريق طويله وسط العجاج، ولكن غير هدا شويه زربت كتر. المشكل اللي بقى ليا هو انه دابا وليت بلا حميه. من ظهري المكور يومين من بعد وقفوا لي القطاطعيه وداو لي الجمل وكاع فلوسي، ولكن خلاوني عايش. في الصراحه ما عرفتش علاش، يمكن حيت بقيت فيهم او لا حيت حياتي كيف موتي غير زايده ناقصه. بديت كنتمشى باش نلحق على القافله، ولكن السما بدات كتعذبني بحر الشمسه. ما جات فين تلقاني القافله حتى لساني كان منفوخ بالشحفه وشنايفي مشقه في حال الارض الجافه. من بعد ما بقاش عندي اختيار اخر من غير انني نكمل معاهم في نفس السرعه اللي غاديين بها. مع كل يوم كيضيع الامل ديالي غدا وكيقل. في الوقت اللي وصلت فيه القافله لمدينتي كنت عارف انه فات الحال، ولكن وحنا دايزين من وسط باب المدينه سوات الحراس واش سمعوا بشي جامع طاح. اول واحد جاوبني بالله. في ديك اللحظه تمنيت نكون غير غلطت في نهار كسيده ووصلت اليوم في الوقت. ولكن حارس اخر قال لي بلي في حي قريب الحي ديال واحد جامع طاح. كلامو ديك الساعه طاح عليا فحال فاس في الراس. كيفاش سافرت هاد الشي كامل غير باش نسمع اكفس خبر في حياتي المره الثانيه. مشيت لذاك الجامع وشفت لكم ديال الحجر والطوب اللي كانوا في البلاصه ديال الصور. هاد الصوره ما كانش كتفارق احلامي في هاد العشرين اللي فاتت، ولكن دابا هي قدام عيني واخا محلولين، واضحه وضوح اكثر من داكشي اللي قاد نتحملو. درت في حالي وبقيت غادي وانا ساهي في الصوره ديال نجاة اخر مره هضرنا فيها، حتى لقيت راسي قدام الدار القديمه فين كنت ساكن انا ونجاة. بقيت في الطريق اللي مقابله معاه وبقيت كنتفكر كاع دوك الذكريات والجروح القديمه. ما عرفتش شحال دوزت ديال الوقت وانا ساهي في ديك الحاله حتى ردني الواقع الصوت ديال البنت الصغيره قدامي. سيدي كتقلب على الدار ديال فؤاد بن عباس؟ هي هذه اللي قدامك. واش انت هو فؤاد بن عباس؟ هو انا، غير وكان هاد الساعه ما باغي نهضر مع حتى شي واحد. اسمح لي يا سيدي ما ديرهاش مني قلت الصواب. هضرت شفت فيها. انا سميتي ميمونه كنعاون طبا في دار الشفا، كنت مقابله مراتي قبل ما تموت. انت اللي قابلتي نجاة؟ سيدي، وراه حلفاتني نوصل لك رساله من عندها. اش من رساله؟ كانت باغاني نقول لك بلي اخر افكارها كانوا فيك. بغاتني نقول لك بلي واخا حياتها كانت قصيره ولكن دوزتها فرحانه وهي معاك. سكتات شويه ملي شافت دموعي كتسيل وقالت لي سامحني الا كلامي ضرك. جاوبتها والبكيه واقفه في حلقي. ما عندي علاش نسامحك، بالعكس عرفتي بهاد الرساله خيرك عليا دين، واخا نضل نشكرك حياتي كامله عمر نقدر نوفيك حقه. شافت فيا وعلى وجهها تبسيمه حزينه. بلا جميله سيدي، حزنك مالو دين، انا غير مرسوله، نتمنى تلقى راحتك في رسالتي. بسلامه. مشات وانا بقيت كندور في الزناقي لسوايع طويله ودموع الفرج ما بغاوش يحبسوا ليا. في هذا الوقت كنت كنفكر في الكلام اللي قال لي البشير، كيف الماضي كيف المستقبل ما نقدروا نبدلوا فيهم حتى شي حاجه، ولكن نقدروا نفهموهم احسن. سافرتي الماضي ما بدلت حتى شي حاجه، ولكن داكشي اللي علمتني بدل حياتي كامله. حياتنا حكايه
ما كنتعلموش منها وحنا كنتفرجوا فيها، ولكن ملي كنعيشوها بالزوين ديالها والخيب اللي فيها. كل تجربه كتزيد تعطي معنى اكثر لهاد الحكايه. طاحت الظلمه وديك الساعه فين لقاوني حراس المدينه كندور في الزناقي بحوايجي الموسخه وسولوني على شكون انا. واخا قلت لهم سميتي وفين ساكن، ولكن ملي داوني لحومتي وسولو جيراني حتى حد ما قدر يعرفني. ديك الساعه داوني الحبس. عاود حكايتي لكبار الحراس، واخا عجباتو ما تيقنيش، واخا هكاك ما كنلوموش، شكون هذا اللي غيتيق فيها بالسهل؟ ولكن ديك الساعه تفكرت شي حوايج من داكشي اللي غادي يوقع في هذا الوقت. قلت لهم باللي ولدكم اسيدي غادي تزاد زهري زهر، ويا من بعد تزاد الولد. والخبر وصلت لكبار الحراس وعرفني كندوي بصح. جابني عند الوالده المدينه واللي حتى هو سمع حكايتي وجابني لهنا باش يكون عندي الشرف نعاود لك اسيدي. ودابا حكايتي وصلت على حياتي بزوجهم الداخلين مع بعضياتهم، وداكشي اللي غيوقع ليا من بعد انت اللي غادي تقرروا دابا. عارف امور كثير غتوقع في المدينه من هنا 20 عام الجايه. الحاجه الوحيده اللي ما عرفهاش هي شنو كيتسناني انا من بعد. ما بقاوش عندي الفلوس باش نرجع للقاهره وندخل من باب السنين اللي كاين تما، ولكن واخا هكاك حاس براسي مزهر فوق السلك، حيت تعطاتني فرصه نراجع فيها اغلاطي. غادي يكون ليا الشرف نعاود لك كلشي على المستقبل اللي كنعرفو. ولكن بالنسبه لي انا اهم واغلى حاجه عرفتها هي انه حتى حاجه ما كتمحي الماضي. كاينه التوبه، كاينه المغفره، كاينه الكفاره. هادشي هو اللي كاين، ولكن هادشي كافي. حتى حاجه ما كتبدل المستقبل، ولكن كيفاش كنمشيو في طريقه، كيفاش كنعيشوا تجربته، كنفهموا دروسه وكنوصلوا نهايته. هادو حوايج حنا اللي كنختاروها، هذه حكايه حنا اللي كنكتبوها.